صباغة طبيعية باللون البني غتعطيك لون جد رائع، تغطية للشيب، تكثيف وتقوية الشعر، وكذلك صبغ اللون البني الرائع. باش ما نطولش عليكم بزاف، لاول مره كيشاهد قناتي يشترك فيها ويفعل الجرس. والبنات اللي معايا شكرا لكم بزاف، شكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه. غادي نبداو على بركه الله. وغادي نحتاجو في المكونات، غادي نحتاجو قشور الرمان، بطبيعه الحال كنحتاجو حتى الكركديه، اللي عندها الكركديه تستعملوا. انا هنا نسيتهم لاني كنت زربانه باغا نمشي للحمام، يعني خصني نمشي، داكشي علاش كنت كنصايب في الوصفه لشعري. خديت 2 معالق ديال القهوه العاديه المطحونه. كيف قلت لكم تقدروا تضيفوا الكركديه، تقدروا تضيفوا اتاي حبوب، غيعطيكم واحد اللوين اللي جد رائع. وبطبيعه الحال عندنا حبات ديال القرنفل، وغادي نضيف الماء، وغادي ندير الخليط ديالي يغلي على نار مهيله. ملي كيوصل مرحله الغليان كنحسبوا 10 ديال الدقائق. سمحوا لي انا في الكوزينه كنقضيو كنسجل. هنايا كيف قلت لكم ضفت كاس كبير ديال الماء، وغادي نديرو على نار مهيله. وان فوا يوصل مرحله الغليان كنحسبوا 10 ديال الدقائق صافي، وكنحطوا الخليط ديالنا جانبا، وكننتقل باش نحضر معكم باقي المكونات. بطبيعه الحال هنا البنات اللي عندهم تساقط الشعر الشديد تقدروا تضيفوا واحد الفصوص ديال الثوم في هذا الخليط هذا اللي كيغلي. هنا غادي ناخذ الحنه ديالي، انا الحنه جايباها من مراكش، حنه غزاله البنات. جبت 2 ديال البلاستيكات، وحده كملتها وهذه انا باديه فيها، زوينه بزاف للشعر. البنات اللي عندها تساقط الشعر غادي تتخلص منه تماما، وكذلك كتعطي واحد اللوين اللي جد رائع. خديت هنا تقريبا 3 ديال المعالق. انا شعري كيف قلت لكم وليت كنقطعو بزاف، ولو يعجبوني لي كوب قصارين وليت كنقطعو، داكشي علاش ما غاديش نخلط بزاف. وشنو عاود هنايا درت الحنه البنات راها جد رائعه في تقويه الشعر كيف قلت لكم. وهنايا غادي نضيف لها العكر الفاسي، كذلك جبته من مراكش، زوينه البنات، ماشي اشهار ولا شي حاجه، انا ما عطيتكمش بالضبط في كيتباعوا هذا. غادي ناخذ تقريبا هنايا باقي مسدوده هاد القرعه هذه. الصراحه العكر الفاسي ديالهم والحنه ديالهم غزاله البنات، غزاله بزاف. ها هو كيف كتشوفوا الشكل ديال العكر الفاسي. سمحوا لي على الكوكوت اللي تتصفر كنوجدوا العريره. هنايا درت تقريبا ملعقه كبيره ديال العكر الفاسي صافي. وغنخلط هاد المكونات هادو على ما يبرد ليا الخليط شويه. غادي نخلط باقي المكونات. هنايا تقدروا تضيفوا الكاكاو والمر البنات. انا الكاكاو والمر ما توفر ليش، لقيته تسالى ليا وما لقيتش كيفاش نخرج نجيبو العكس وصافي. المهم تقدروا تضيفوا الكاكاو والمر حتى هو جد رائع، كيعطي لون زوين. تقدروا تضيفوا نيسكافي، يعني 2 معالق ديال نيسكافي او قهوه سريعه الذوبان صافي. وغادي نبقى نضيف تدريجيا حتى وكان نحصل على خليط اللي جد كريمي، باش هكا يسهل عليا انني نطبقه على الشعر ديالي. المهم غنبقى نضيف داك الخليط ديالي تدريجيا ديال القهوه، غادي نبقى نضيفه تدريجيا. ومن بعد غادي نضيفوا اضافات. بالنسبه للاخوات اللي كيقول لك القهوه الحنه كتنشف لينا الشعر، ممكن تضيفوا زيوت وممكن تضيفوا صفار البيض. انا اغلب الوقت كنضيف صفار البيض، ولكن هنا غادي نضيف غير زيت الزيتون. غادي نضيف زيت الزيتون او لا زيت اللوز الحلو او زيت جوز الهند او اي زيت كتستعملوه للشعر ديالكم تقدروا تضيفوه في هذه الوصفه. انا غالبا في بزاف ديال الوصفات ديالي كنضيف، كيعجبني صفار البيض لانه كيخرج الشعر فيه واحد اللمعه غزاله البنات. وحتى الزيوت راها زوينه للشعر ديالنا. بالنسبه للوصفه كيف قلت لكم، انا الطريقه اللي كنستعمل بها الوصفه وكتنجح معايا، كندير الخلطه ديالي على الشعر ديالي، كنخليها 2 أو 3 ساعات وكنغسلها غير بالماء.
يعني كتغسليها غير بالماء، والمره الثانيه كتعاودي ديري الوصفه وكتخليها من ساعتين حتى 4 سوايع، وتقدري تخليها حتى 8 ديال السوايع ما عندها حتى شي اضرار. يعني حتى تقدر ديرها المراه الحامل او المراه المرضع اي، ولا الاطفال ديالنا نقدروا نديروا لهم هذه الوصفه. يعني ما عندها حتى شي اضرار جانبيه نهائيا، بالعكس كتنفع الشعر ديالنا وتتقويه وكتعطينا لون جد رائع. صافي هنايا كيف قلت لكم كنديروها زوج المرات، والمره الثانيه كنوضعوها على الشعر ديالنا وعاد كنغسلوها بالشامبوان. البنات المره الاولى كنديروها وما كنغسلوهاش بالشامبوان غير بالماء. مهم في البرد الصراحه كنعكزوا اننا نديروا الوصفات، ولكن راه خصنا نديروهم، خصنا نديروا الوصفات الشعر ديالنا، نغديو الشعر ديالنا ضروري البنات. هنا كيف شفتوا انا راني ضفت الزيت باش هكا نحصل على الرطوبه او اللمعان للشعر. بالنسبه لهاد الوصفه اللي كتعاني من القشره او اللي عندها الصدفيه في شعرها غادي تتخلص منها تماما البنات، يعني غتخلص منها وما غاديش يبقى عندها هذا المشكل. واللي عندها تساقط الشعر كذلك ما غيبقاش عندها المشكل. وبالنسبه للوصفات راني شاركت معكم بزاف ديال الوصفات اللي ناجحين 100%. يمكن لكم تدخلوا للقناه وغادي نتلقاوهم يا في صندوق الوصف يا في التعليق المثبت. مهم لكم الاختيار، اختاروا الوصفه اللي بغيتوا، المكونات اللي بغيتوا اللي عندكم موجوده في البيت تقدروا تستعملوها. كيف قلت لكم الوصفه كدار زوج المرات في الاسبوع البنات، ديروها بالطريقه اللي قلت لكم، نتمنى ديروها بطريقتي باش هكا تنجح معاكم. غديروها على الشعر ديالكم، شفتوا البنات كتعطي واحد اللوين اللي جد رائع، لوين اللي غزال بزاف. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على في الوصفات ديال الصباغه الطبيعيه باللون الاشقر، كنت درت معاكم بزاف ديال الاسئله جاوني واش الصابون البلدي او الصابون المغربي. راه كل واحد كل بلاد واشنو عندها. المهم الصابون المغربي كان معروف في كاع العالم، يعني كلشي تيستعملو، والعالم بزاف اللي كياخذوا من المغرب وكيستوردوا وكيخدموا به. انا ما عارفاش الدول الاخرى واش عندها صابون ولا ما عندهاش، ولا كتصايبوا ولا ما كتصايبوش، الله اعلم. المهم حنا الصابون المغربي راه غني على التعريف، يعني التعريف صابون غزا العالم كامل. مهم ديروا الصابون البلدي او لا الصابون المغربي. المهم الا عندكم بحال هذاك الصابون تقدروا تضيفوه. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على الصابون البلدي واش نقدروا نديروا الصابون زيت الزيتون، تقدروا ديروها البنات، المهم يكون صابون بلدي. كنتمنى اللي وصل معايا حتى لهنا ما ينساش يدير لايك ويبارطاجي الفيديو مع الاهل والاحباب باش هكا تعم الفائده وتزيد العائله ديالنا تكبر. وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي، في امان الله، السلام عليكم.